بكرة مظاهرات بتاعة الإخوان. في بعض الحاجات هقولها لكم. المخطط بكرة في جزء مهم، وده جزء لحضراتكم كمشاهدين وجزء للجهات اللي هتشتغل في الحكاية وهتبقى موجودة على الأرض والوسائل الإعلام. الإخوان بكرة ناويين يعملوا إيه؟ موجهين شبابهم، قيادتهم طبعا اللي هربانة، إنه هيروحوا بعض الأماكن اللي فيها مواطنين، مراكز تجارية، مش عارف إيه الحاجات اللي فيها ازدحام، أو حتى الأماكن اللي ممكن يصطدموا فيها مع الناس ويتواجد فيها قوات جيش أو شرطة. يعني هم هيندفعوا للأماكن اللي فيها جيش وشرطة وكثافة بشرية من المؤيدين أو من المواطنين أو المدنيين، باعتبار أن هم المعارضة. هيبقوا لابسين لبس، يعني ملابس في شعار اللي هو رابعة اللي هم عاملينه، حضراتكم عارفينه. وتحت الشعار ده أو تحت الهدوم هيبقوا حاطين أكياس دم، أكياس دم تحت الشعار. الشعار هيبقى كده وحوالين جسمهم وتحتيه أكياس دم، أو تحت الهدوم أكياس دم. وفي لحظة معينة بدبوس هيخرم كيس الدم، فيحصل ايه؟ الدم، وهو يعمل نفسه ميت. في اللحظة دي هيبدأوا يصوروا. انتوا عارفين هم أساتذة في التمثيل وأساتذة في التصوير. يصور الناس زي طبعا المشهد ده ليه مشهد اللي كان في مسجد الفتح، بس المرة دي هيبقى فيه دم بجد، دم اللي هم جايبينه معاهم. فإنه الناس اتقتلت واتصورت والجيش قتل الناس. طبعا لا الجيش هيكون ضرب ولا الشرطة هتكون ضربت، لكن هي صور تمثيلية. لكن الغرب بيقتنع بالصور بتاعت الإخوان، لكن لو صور حد مش الإخوان الغرب مش هيقتنع بيها، حتى لو كان ممثل بجثته. لكن الإخوان أي خدش طبعا الحق وحقوق الإنسان، والجيش بيضرب والشرطة بتضرب، فهيعملوا عشرات بل مئات من هذه الصور بكرة، وهتتعرض طبعا على القناة اللي انتوا عارفينها. القناة اللي انتوا عارفينها هتبقى جاهزة موجودة معاهم طبعا، مترتب معاها ترتيبات وتخطيط فده مشهد من المشاهد اللي هيتم بكرة. مشهد من المشاهد اللي هتتم بكرة. انا بقول لكم عليه من دلوقتي عشان حضراتكم تبقوا عارفين، والدنيا كلها تبقى عارفة، والامريكان يبقوا عارفين من دلوقتي. الاخوان مش هيضربوا بعض المرة دي، الاخوان المرة دي هياخدوا معاهم الدم نفسه، يعني عشان يقولوا اهو مثلنا ومتنا ومحدش مات. فاحنا عايزين الجثث دي اللي هتموت، يعني عايزين نبقى نشرحها زي ما رفضوا يودوا الجثث بتاعتهم المشرحة ومحدش عارفها راحت فين. فطبعا الجثث المزعومة اللي اتكلموا عليها. فمن بدري اهو، من قبل يعني انطلاق المسيرات بتاعتهم الساعة 6 الصبح، من دلوقتي اهو بنتكلم، بنوجه وبنحذر عشان كل الناس تبقى عارفة من بدري.